كتير مننا لما بيصوم بيحس إن الموضوع بقى مجهود وتعب. بس يا ترى هو ده فعلا إحساس الصيام الأصلي؟ في الكام دقيقة اللي جايين دول هنبص على الصيام من زاوية تانية خالص، ونشوف إزاي ممكن نرجع للتجربة المريحة اللي يمكن نسيناها مع الوقت. خلينا كده نرجع بالذكرى لورا شوية. زمان كان للصيام إحساس مختلف تماماً، إحساس يمكن كتير مننا نسيه، أو على الأقل ما بقاش يحس بيه بنفس القوة والوضوح. يعني زمان الصيام كان بيعتبر فترة راحة حقيقية للجسم، فرصة للواحد إنه يقرب من نفسه أكتر ويفهمها. لكن دلوقتي الوضع اختلف، كتير مننا بيشوفوا مجرد مجهود وتعب ومقاومة داخلية طول اليوم. طيب إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى الإحساس ده يتبدل بالشكل ده؟ السؤال المهم هنا هو هل المشكلة في الصيام نفسه ولا في حاجة تانية اتغيرت فينا وفي أسلوب حياتنا؟ وهنا المصدر اللي بنستعرضه بيقدم إجابة ممكن تكون مفاجأة للبعض. المشكلة مش في الصيام نفسه كعبادة أو كفعل، لأ، المشكلة أعمق من كده بكتير. المشكلة في علاقتنا إحنا بأجسامنا. السبب ببساطة هو إننا انفصلنا عن حالتنا الطبيعية، عن فطرتنا. أكلنا بقى ملخبط، مواعيد نومنا اتغيرت، والأهم من كل ده إننا بطلنا نسمع للإشارات اللي جسمنا بيحاول يبعتها لنا طول الوقت. لغة الحوار دي اتقطعت. وفي هنا حكمة بتلخص الفكرة كلها. الجسم لما بنفهمه وبنتعامل معاه بالراحة بيتعاون معانا، لكن لما بنضغط عليه ونتجاهل هو محتاج إيه، طبيعي جدا إنه يقاوم. المعادلة بسيطة إهي. النظرة دي بتخلينا نشوف رمضان بمعنى مختلف تماماً. هو مش مجرد دايت بنعمله أو اختبار تحمل. رمضان بيتحول لفرصة، فرصة حقيقية لعمل ريست أو إعادة ضبط، فرصة للرجوع تاني لفطرتنا وحالتنا الطبيعية. يعني الهدف النهاية إنه تجربة الصيام تكون رحلة مريحة ومفيدة، مش رحلة مرهقة بنستنى بفارغ الصبر إنها تخلص. الهدف هو استعادة الإحساس بالراحة والصفاء اللي كان موجود زمان. طيب إزاي نوصل للراحة دي؟ الطريق بيبدأ بخطوتين بساط جدا. أول حاجة هي النية، مجرد إن الواحد ينوي إنه عايز يرجع لحالته الطبيعية. والخطوة التانية إننا نبدأ نسمع لجسمنا من جديد ونحاول نفهم الإشارات اللي بيبعتها لنا. الفكرة المحورية اللي محتاجين نفتكرها دايما هي إن العودة للفطرة هي الأساس. دي أول وأهم خطوة، ومن اللحظة دي بتبدأ التجربة كلها تتغير للأحسن. وفي النهاية بيفضل السؤال الأهم لكل واحد فينا: يا ترى شكل العودة دي إيه بالنسبة لي؟ وإزاي ممكن أحول تجربة الصيام من رحلة مرهقة ومقاومة لرحلة مريحة ومفيدة زي ما المفروض تكون؟